دول ملحقوش يفرحوا ببعض. الجملة دي عبر بيها الجمهور عن اندهاشهم من انفصال الفنانة شيري عادل وطارق صبري. الموضوع حصل بشكل مفاجئ وسريع ومحدش كان فاهم حاجة. هي الموضوع كان فجأة كده حصل. تعالوا أقول لكم سبب انفصالهم عن بعض ورد فعلهم عن اللي حصل. تابعونا للنهاية. صحينا الصبح واتفاجئنا إن الفنانة شيري عادل حذفت صورها مع زوجها طارق صبري. كتير من المتابعين قالوا يمكن خطأ أو هتغير حسابها، لحد لما اتفاجئنا إن زوجها طارق صبري رد عليها بنفس الطريقة وحذف هو كمان صورها معاه، وبكده بدأنا نشك إن في أزمة بينهم وإن الموضوع مش صدفة. وبعد التواصل مع شيري عادل رفضت تتكلم عن الأزمة. كمان رفض طارق صبري التعليق على الموضوع لأنه بيرفض تدخل الجمهور في حياته الشخصية. وهنقول لكم على الكواليس اللي تسببت في انفصالهم بعد أقل من سنة من زواجهم. في الشهور الأخيرة حصل خلافات زوجية عادية بين شيري وطارق صبري، وقدروا يحلوها بعد تدخل الأهل في الموضوع. ونيجي بقى لسبب الخلافات بينهم. زي ما كشفوا مصدر مقرب منهم وقال إن طارق صبري كان عاوز ينجب ابن من شيري عادل، بس هي رفضت وطلبت منه تأجيل الفكرة. ومع إلحاح طارق بدأت بينهم المشاكل وطلبت منه يأجل موضوع الإنجاب 3 سنين على الأقل بسبب ارتباطها بأعمال فنية تانية وعقود لمشاريع فنية لسه ما تنفذتش. وبسبب تصميم كل واحد فيهم على وجهة نظره وصلوا لطريق مسدود وقرروا الانفصال. وحذفت شيري صور زوجها من حسابها على انستجرام وهو ما حذفهاش، وراح لها بيت أهلها وصالحها. ولما اتسأل عن سبب حذفها لصورهم قال إنها مجرد مشكلة تقنية وهي رفضت التعليق على الموضوع. وبعد شهر اتكرر الموضوع بينهم ووافق طارق على الانفصال عنها، وهي رجعت بيت أهلها من جديد بعد ما أخدت كل متعلقاتها الشخصية. وزي المرة اللي قبلها حذفت كل صورها معاه وهو حذف برضه صورها. والمرة دي الانفصال بقى رسمي على إيد مأذون. وعن بداية علاقتهم فنشأت علاقة صداقة كبيرة بين طارق صبري وشيري عادل لما شاركوا سوا في مسلسل بنات سوبرمان. وبعد انفصالها عن معز مسعود اتطورت علاقتهم ببعض أكتر وعاشوا قصة حب كبيرة وبقوا بيظهروا سوا في كل المناسبات. والصحافة بدأت تأكد وجود قصة حب كبيرة بينهم لحد لما اتفاجئنا بصور عقد قرانهم وحضروا معظم الفنانين. وقالت شيري عادل إنها عرفت طارق صبري من 6 سنين وكانوا أصحاب جدا، وإن قصة حبهم حصلت فجأة وقرروا يتجوزوا فجأة. وقالت كمان إنها بتعيش الحب لأول مرة مع طارق صبري اللي قدر يسحرها بشخصيته ورجولته. كمان رد عليها طارق صبري وقال: كنت رافض الجواز